جه الوقت اللي جمعكم حواليا ونقعد مع بعض قعده دافئه. عارفين انتم لما الكهرباء بتقطع من بيتكم وكل واحد في عيلتك بقى بيطلع من الجحر بتاعه ويسيب الموبايل من ايده عشان النت بيروح، وتروحوا بقى تقعدوا مع بعض وامك بقى تبدا تفكرك باكتر المواقف الكرنج اللي حصلت لك في حياتك. فاكر البت سماح اللي انت وهي كنتوا بتستحموا مع بعض في نفس الكروانه، ولا تحب افكرك اكتر؟ هو ده تقريبا انا حاسه هيبقى نفس الفايبز والشعور من الفيديو ده. والنهارده هحكي لكم قصه من القصص الغريبه، وهي قصتي مع الثانويه العامه. الفيديو ده المفروض كنت انزله في الفتره اللي هي بعد امتحانات الثانويه العامه، عشان وقتها بيبقى كل الناس بتتكلم عن حاجه واحده وهي الثانويه العامه. التايم لاين بيبقى متعطش وبيتنشأ بس على اي واحد يجيب سيره الثانويه العامه بس في التايتل بتاع اي فيديو ليه. بس الصراحه انا مش مهتم، انا كنت عايز اتكلم في الموضوع ده بقالي فتره فقشطه. بس قبل اي حاجه احنا محتاجين آلة زمن عشان هرجع لورا كذا سنة، أيام لما كنت في تانية ابتدائي. كبر وترعرع الشاطر في إحدى المناطق في محافظة الإسكندرية، وكان يعشق سندوتشات الكبدة بتاعت محدش مهتم. ادخل في الفيديو على طول. محدش يعني عايز يعرف الشاطر كبر وترعرع وكان بيحب سندوتشات كبدة بتاعت مين؟ تمام. ممكن الحاجات اللي هتكلم فيها دي تفكروها ملهاش علاقه بالثانويه العامه، بس اللي هقوله ده حاجه مهمه في بناء القصه فلازم تسمعوه. كل حاجه ابتدت لما كنت في تانية ابتدائي وفي طالب جديد جه الفصل عندنا، والطالب ده كان اسمه مازن. مش مازن اللي طلع معايا قبل كده في الفيديو، لا. عارفين انتوا الافلام الاجنبيه اللي بتحكي عن لما يجي طالب جديد في الفصل كل الطلاب التانيين بقى بيبصوا له بصات غريبه كده وبيعتبروه كائن فضائي تقريبا؟ ده بالظبط اللي حصل مع مازن. الفصل كان نوعا ما مستغربه، ووقتها ما كانش فيه مكان فاضي مازن يقعد فيه غير مكان واحد بس. ايوه هو جنبي. ويا ترى ليه يا شاطر ما كانش حد قاعد جنبك؟ يمكن عشان انا برضو كنت غريب والفصل كان مستغربني برضو. فكنت انا وهو واخدين حته تختة الغرباء، الويردز. في كل فصل كده بيبقى فيه الطلاب الشاطرين من قدام، الدحيحه، ورا شويه النص نص، ورا شويه الويردز انا ومازن، ورا خالص الصيع. انا الحمد لله ما وصلتش لحته الصيع اللي ورا خالص، الحته اللي ورا المرعبه دي، بس كنت من حته الناس الغرباء. المهم مازن بالنسبه لي ده كان البوابه لعالم الجيمنج واليوتيوب. كنا بنقضي اغلب وقتنا قاعدين جنب بعض، ما بنتكلمش غير على حاجه واحده وهي الاكس بوكس 360. مازن كان اللي هو حرفيا بيقول اي حاجه، انا مايند بلوينج، قنبله جمدان ضربت في المكان. تعرف يا عمر ان في جهاز جديد اسمه اكس بوكس 360؟ الجهاز ده يقدر يخليك تلعب من غير كنترولر. انا واو. من الاخر الحكاوي اللي كان بيحكيها لي كانت بالنسبه لي امتع من كل افلام مارفلز ومن كل اي حاجه في حياتي. كانت علاقتي بيه عامله زي واحد متحضر مع رجل الكهف. هو المتحضر وانا الرجل الكهف. كل ما يقول لي حاجه واو. باقي الطلبه جنبنا في يوم عادي مثلا قاعدين مركزين في شرح القسمه المطوله، وانا ومازن قاعدين بنتكلم في GTA 5. كنا اكتر اتنين بنتكلم في الفصل لدرجه ان هم خلاص قالوا احنا لازم نقومهم من جنب بعض. وصلوا كده المدرسين كده جم وعملوا مؤتمر لازم يقوموا من جنب بعض الاتنين دول. وعمري ما هنسى اليوم اللي رحت فيه لمازن بيته ولعبت على البي اس 2 بتاعه، ولعبت يومها مورتال كومبات وستريت فايتر ولعبة بولي تقريبا. وساعتها وقعت في حب لعبة بولي بطريقة يعني من بعد ما روحت من عنده بقيت احلم بيها في البيت. لعبة بولي باختصار عبارة عن GTA بس في المدرسة، والواد بولي ده عامل زي مروان موسى لو كان حالق، عشان انت ما عشتش اللي هم عاشوه. فاللعبه دي بقى بتقدر تخليك تمسك المدرسين تضربهم، تمسك البنات اللي معاك من حتت الله. فاللعبه دي كانت بتحلك انك تعمل كل الحاجات الممنوعه انك تعملها في المدرسه. ايه يا ولادي بابا في ايه؟ كانت بالنسبه لي قمة الانحراف والانحطاط. كانت من الاخر بدايتي في عالم الضياع. وفي حاجة تانية بقى، انا واحد تجاربي مع المدرسين مش احسن تجربة خالص، يعني تاريخي مع المدرسين مش كله حلو. كنت بطلع غضبي وغلي من المدرسين في اللعبة دي. كنت كده كل ما امسك اللعبة دي بمسك المدرسين اكلهم علقة. كنتش بفتح اللعبة بلعبها كإنسان طبيعي واعمل الميشنز زي ما اي انسان ممكن يعملها، لا انا كنت برمي ده كله على جنب وامسك المدرسين اضربهم. عشان كده الصدفة بتاعت ان مازن يقعد جنبي في الفصل دي كانت من اجمل الصدف اللي ممكن تحصل لي في حياتي. وعارف ان غالبا مازن بيتفرج على الفيديو ده دلوقتي، لاني مش عارف لو ما كانش قاعد جنبي معرفش كنت زماني بعمل ايه دلوقتي، وبرضه كنتش عارف اطلع غلي في المدرسين. المهم بعدين مازن عرفني على حاجه اسمها يوتيوب، لان انا كانش عندي نت وقتها في البيت، مش بستخدم السوشيال ميديا وانا كنت صغير اصلا يعني. وعرفني بقى على كل اليوتيوبرز المشهورين، بيودي باي، جاك سبتيكاي، مارك بلاير. وبعدها بفتره قررنا ان احنا عندنا دخل النت، وساعتها الشاطر الصغير مسك عجله القياده وبدا يغوص وينغمس في عالم اليوتيوب لوحده.
كنت بقضي كل يومي على اليوتيوب ايام الجولدن ايدج بتاعته بقى، ايام ما كان شادي سرور بيحط بطانيه تحت بطنه ويركب شنب ويلبس حجاب عشان يضحكنا. دلوقتي بقى بيعمل نفس الكوميديا بس على تيك توك، فتخيلوا كميه الكرنج اللي هتطلع. سلسلة التختيم الماينكرافتية بتاع الدحومي، وهذه الحلقة الأولى من سلسلة ماينكرافت، خلصتها. فيديوهات تلفاز 11 اتفرجت عليها. الاي اي في بي والتحديات القديمة بتاعت محمود اسماعيل خلصتها. واليوتيوب المصري ساعتها ما كانش قوي، هو لحد دلوقتي للاسف برضه يعني. بس كان في يوتيوبر اسمه ذا اكس ام هانتر، شهاب او مؤخرة النعامة. الناس اللي يعرفوا ذا اكس ام هانتر هم الناس الاوجي قوي بقى، الريل هارد كور جيمرز. اليوم اللي اكتشفت فيه تشانل ذا اكس ام هانتر كان عامل زي كاني وقعت على كنز. الموضوع انك تشوف فيديوهات بتتعمل في المحتوى الاجنبي وتلاقي واحد مصري زيك بياكل فول وفلافل الصبح بيعملها، ده كان موضوع بالنسبه لي جامد فشخ. فكنت نوعا ما فان بوي ليه، وكنت كل ما ينزل فيديو الاول انا الاول، والله انا اللي كاتب كومنت الاول، كنت من المتنافسين على شرف اول كومنت. وللاسف بعيد عن اي حاجه وشاب خلاص ما بقاش ينزل على الشانل تاني. قصه قصيره حزينه، وده خلي بالكم اللي ممكن يحصل. انا في خلال سنه لو ما غيرتش التيشيرت ده وما جبتش مخده تاني غير مخده الدوره دي، حابب اقول لكم انها كانت فتره حلوه معاكم واشوفكم في مكان تاني. المهم ساعتها قلت ليه ما اعملش انا فيديوهات على اليوتيوب. فزي اي طفل وقتها كان نسبه الابداع عندي ما تأهلنيش ان اعمل فيديو على اليوتيوب من 100% صناعتي، ومنها لله كرتونات بتاع الدوره بنت الكلب دي هي اللي بوظت مخي وخليت، فكنت بسرق محتوى الناس التانية. كان في موقع بيخليك تحمل العاب كان اسمه اوشن اوف جيمز. الموقع ده كان بيخليك تحمل العاب وفي نفس الوقت كان بيحط لك فيديو تحت كده بيعرفك ازاي تحمل اللعبه دي من اول الموقع لحد ما تسطبها. فالشاطر وقتها بص كده للموضوع، في ممكن تحصل مصلحه كبيره من الحته دي، ليه ما اخدش انا الفيديوهات دي واحملها عندي واحط عليها صوتي واحط ميوزك باك جراوند فيها واطلعها كانها فيديو انا عامله بكل بساطه. الخدعه والمهاره. ومثلا برضو كان بيعمل زي كده، الفرق ان هو كان بيعمل الفيديوهات دي بنفسه انما انا كنت بسرقها، انا اللي كنت خارج عن القانون. وعايز افهمكم ان انا كانش عندي وقتها اي هوايات، ما كنتش بلعب كوره زي الولاد التانيين ما كانوا بيعملوا الحاجات الطبيعيه اللي اي ولد صغير ممكن يعملها، ما كنتش بحبها. وكمان عشان انا كنت تخين فالموضوع كانش مساعد الصراحه ان العب كوره، ما كنتش دحيح للدرجه. فالجيمنج واليوتيوب وقتها كانوا هما نوعا ما هواياتي. دلوقتي بقى انتوا عرفتوا قصه بدايتي مع اليوتيوب وازاي حبيته وكده. هنرجع بقى بآلة الزمن ووجهتنا الجايه عند الشاطر وهو عنده 15 سنه. وقتها كان عندي 16 سنه، يعني من حوالي 2.5 سنين وحبه كده زياده. الفتره دي بالنسبه لي كانت فيها مشاكل جامده جدا، من اصعب الفترات اللي عدت عليا. يعني من ضمن المشاكل دي ان في حد قريب جدا من عيلتي توفى، فحسيت بضياع من بعد وفاته يعني. والشيء اللي كان بيساعدني اتخطى الفتره دي وقتها هو الفيديوهات الجيمنج اللي كنت بعملها ايام فورتنايت وجي تي اي سان اندرياس. ايوه قبل الفيديوهات اللي انتوا بتشوفوها دي كنت بعمل فيديوهات جيمنج، بس دي ما كنتش بسرقها، دي انا كنت بعملها بنفسي. اي نعم هي كانت فيديوهات كرنج واوفر ايديت، وكنت بصور العاب مش عارف مين كان مهتم يشوفها، يعني مين ممكن يتفرج على ام تي ايه في 2020، بس ده ما يمنعش اني كنت مستمتع جدا وانا بعملهم. وبعدها بفتره المشاكل كترت لدرجه ان الشيء اللي كنت بحب اعمله ما بقتش حابب اعمله تاني، وفقدت الشغف تجاهه، وخسرت واحد من اعز اصحابي وقتها. لا بس مش مازن، بسبب ان المشاكل والافكار السلبيه كانت محاوطاني من كل اتجاه. وكان عندي وقتها تقريبا 17 سنه بس، فما كنتش قادر اركز كويس في الدراسه ولا في اليوتيوب ولا مع نفسي انا اصلا. وخد بقى عندك ان السن بتاع المراهقه ذات نفسه ده بيبقى سن غريب. وخد بقى عندك تاني ان الوقت ده كان وقت الفيروس، فكان في حالة غريبة أول مرة أعيشها في حياتي مع المشاكل زي ما قلت لكم، فكان ميكس كده. بعد كده الحمد لله المشاكل بتنتهي وشغفي بيرجع تاني لليوتيوب، والحاجة اللي بحب اعملها هرجع اعملها. ولما شغفي رجع تاني بقى وقتها كنت في اجازة تانية ثانوي وكنت داخل على ثانوية عامة، فكنت ما بين خيارين: اوقف فيديوهات على اليوتيوب واركز في دراستي، ولا اعمل فيديوهات على اليوتيوب واطارد شغفي والحاجة اللي بحبها ومش مهم الدراسة. فكنت ما بين اني اسمع كلام نفسي الحاجة اللي بحبها، ولا
اخليني ماشي في الطريقه العاديه، طريقه لكل الناس بيمشوا فيها، اللي هو ابقى اذاكر عشان اخش كليه حلوه، عشان بعد كده اتجوز، عشان بعد كده مش عارف ايه، عشان اللي هو الطريق العادي ما فيهوش مجازفات. وزي ما انتوا عارفين وقتها فيديوهاتي كانت بدات تنتشر، وبدات يعني شويه اكون فان بيز، وبقيت انا الشخص اللي هو لما بينزل فيديو بيلاقي الناس تكتب له انا اول كومنت، انا تاني كومنت، انا مش عارف إيه. Some I'm doing, I'm you assuming I'm a human. What I gotta do to get it through to you? I'm superhuman, innovative, and I made a rubber so that anything you say is shaking off of me. فكنت كل ما امسك كتاب دماغي بتفضل تاكلني، يلا قوم اعمل فيديوهات على اليوتيوب، سيبك من المذاكره، اعمل فيديو على اليوتيوب. كان الصوت هنا ما كانش بيقف، الموضوع تحسه كان عامل زي اعراض الانسحاب من الادمان. وانا زي ما قلت لكم ان عمري في حياتي ما كان عندي هوايه او حاجه فعلا بحبها. حتى الجيمنج فقدت شغفي، وشغفي مات حرفيا، ده بسبب برضو ان جهازي ما بقاش بيشغل الالعاب كويس زي الاول. فاليوتيوب هو الشيء الوحيد اللي كنت بعمله في حياتي، وانا حابب فعلا اني بعمله. وانا من الاشخاص اللي فيا حاجه هي ميزه وفي نفس الوقت حاجه شويه ممكن تبقى وحشه، هي اني ما بعرفش اوقف حاجه غير لما اخلصها لاخرها، ما بعرفش امشي في طريق غير لما اكمله لاخره. فانا كنت عايز اشوف اليوتيوب ده اخره ايه، يعني ايه بعدين، ايه اللي هيحصل. ولحد دلوقتي دي حاجه جوايا كده عادي. فاللي كسب هو صوتي اللي جوايا اللي بيقول لي كمل فيديوهات على اليوتيوب. وفضلت برضو اذاكر، بس ما كانتش هي المذاكره طبعا، انت في ثانويه عامه، انت فاهم يعني ايه. فحتى كتب الخارجيه بتاعت ثانويه عامه اللي جبتها عشان اذاكر فيها، تعرفوا مصيرها انتهى تبقى ايه؟ تعالوا هوريكم. هي دي الكتب الخارجيه بتاعت ثانويه عامه. اهو استفدت منها يا ماما، والفلوس ما راحتش هدر. المهم فتره الثانويه بالنسبه لي كانت عامله زي اني اذاكر ساعتين وافضل بعد كده اسبوع كامل اعمل فيديوهات على اليوتيوب. هو ده ببساطه اللي كنت بعمله في ثانويه عامه، لحد ما جينا لفتره الامتحانات. فترة الامتحانات دي بيسموها شهر العذاب لكل طالب في ثانوية عامة. كل الحاجات الوحشة اللي عملتها في حياتك هتيجي تتردلك في الشهر ده. خلينا مثلا نقول في سنة 1978 اخدت شلاتاية من واحد غصب عنه، في الشهر ده هيتردلك اللي انت عملته اضعاف الاضعاف، فلازم تكون محضر نفسك. كنت بتلعب انت وصغير لعبة ازاي تزهق جارك، وكنت بتبوظ على الراجل المسكين الموت بتاعه. Guess what؟ في الشهر ده الموضوع ده هيتردلك اضعاف الاضعاف، فلازم تكون محضر نفسك. افتكر وقتها ان انتوا كلكم كنتوا بتسبقوا عليا، روح ذاكر يا شاطر، روح ذاكر يا شاطر، حتى في الدي امز روح ذاكر، كل ما انزل ستوري روح ذاكر يا شاطر، روح ذاكر يا شاطر. وانا لحد قبل الامتحانات بشهر كنت بنزل فيديوهات. فصباح الفل انا واحد على طول مديها وضعيه محدش مهتم، على طول كده I don't give a fuck. وافتكر ان الوقت ايامها كان بيعدي ببطء، حسيت اني دخلت الشهر ده وانا 18 سنه وهخرج منه وانا متجوز. المهم في الامتحانات على عكس اي حد وعلى عكس كل التوقعات، الموضوع كان ماشي في منتهى السلاسه كما خطط له. اروح احل اللي اقدر عليه والباقي استعين بمساعده صديق. وانتوا فاهمين يعني ايه استعين بمساعده صديق؟ ده ما اسموش غش، ده مجرد استعانه بمساعده صديق، يعني زي الخيار اللي بيبقى موجود في من سيربح المليون. هل ده بيسموه غش؟ لا طبعا. وعمري ما هنسى الشخص اللي كان بيساعدني مساعدات صديقيه، صدقني يا برو. يعني بص كلمني عشان هاخدك في ديت حرفيا. ارتبط بيك. وتخلص فتره الامتحانات وشهر بقى من القلق، هل الشاطر هيعملها وهينجح ولا هيسقط؟ والصراحه انا كنت بقول في نفسي انا لو نجحت ده هيبقى من عجائب الدنيا السبعه، لان بجد المذاكره اللي انا ذاكرتها كانت لا تذكر. فانا اصلا كنت مستعد للصدمه. ما كانش فيه توقعات عاليه خالص. ونيجي مع اخر ليفل. مش عايز اخش في الحته دي. يوم النتيجه، راح يوم النتيجة بيبص في النتيجة، يا رجالة أنا سقطت يا رجالة. اليوم ده موجود في دماغي هنا فول اتش دي 60 فريم باعلى جوده ممكنه، محفوظ هنا عمره ما هيتنسي. خليني اعرفكم بس ان الموقع اللي انت المفروض تجيب منه النتيجه في العادي بيبقى عليه ضغط كبير جدا جدا، لان وقتها كلهم بيكونوا عايزين يخشوا يجيبوا النتيجه، فبيبقى في ضغط فظيع. فانت بتكون عايش في قلق بقى، بتحاول تخش ما تعرفش، فبتشوف حد نجح فانت بتحاول تخش، طب ده في حد سقط مش عارف ايه، طب واحد نجح هناك، طب اخش ولا ما اخش؟ فانت بتفضل كده واللينكات تتحدف، فاهم؟ انت ممكن تخش تتهكر اصلا. بس في الاخر عرفت ازاي اجيب النتيجه عن طريق برنامج كده انت ممكن تحمله، ويا ريتني ما حملته. دخلت رقم جلوسي ويا لهوي، بجد يا لهوي، قاعد اشوف الدرجات وفعلا انا ناجح في كل المواد، عربي، فيزياء، كيمياء، مش عارف ايه مواد انا ناسيها عشان ما كنتش بذاكرها اصلا. ناجح درجات، فعلا انا ناجح. فللاسف تسرعت وشيرت بوست على الفيس بقول فيه ان انا نجحت،
وبرضه يا ريتني ما شيرته. مش عارف البوست ده جاب 1000 رياكت في ساعه، فمش عارف البوست ده اصلا وصل لناس كتير جدا. وبعد ما خدت انا الفرحه قلت لماما، ويا لهوي على ردة فعلها لو جينا نقارنها بس بردة فعل ميسي لما كسب كاس العالم. بس مستويات الفرحه دي انا ما شفتهاش قبل كده. ما اعتقدش حتى في فرحها، بس الفرحه دي ما طولتش كتير عشان انت يا شاطر ناسي ان في مواد تحت، في كذا ماده كده ولا 60 كلب تحت كده انت نسيت تشوفهم. الرياضه التطبيقيه والرياضه مش عارف اسمها ايه، الرياضه التطبيقيه والرياضه البحته. شفت درجاتي في الرياضه البحته؟ ناجح. الرياضه التطبيقيه للاسف جبت فيها ملحق. انا كنت شعره كده من ان انجح حرفيا كده، نجح في كله الا فرح حقير بس في الرياضه التطبيقيه. صدمتي وقتها انا مش عارف اقولها لكم، ما فيش كلمه توصف صدمتي وقتها. وانت بعد ما فرحت بعد ما نزلت بوست رجعت بقى زي الكلب، شكلي كان كلوت، مسحت البوست وبعد كده ما بقتش اتكلم عن الموضوع تاني. وقلت لماما وامي يعني شيء متوقع، يعني احنا كنا عارفين كده اصلا. وبعدها ب3 اسابيع ولا حاجه يجي وقت امتحان الدور التاني اللي ممكن لو نجحت فيه خلاص كده هنجح وهعدي السنه. وامتحان الدور التاني تخيلوا شفت مين؟ مش هتصدقوا، صدقوني لو قلتها لكم هتقولي انت مفبرك القصه دي كلها، بس حرفيا انا مش مؤلف حاجه. ذا ليجند هيمسيلف، الشخص اللي كان بيساعدني مساعدات صديقيه في الدور الاول، فاكرينه؟ اول ما شفته كانت ردة فعلنا كده زي تامر حسني في فيلم عمر وسلمى لما شاف صاحبه ده. كانت تاني اجمل صدفه بعد صدفه ان مازن يقعد جنبي في التخته، وكمان ده احنا كنا قاعدين نفس القعده، هو هنا وانا هنا. اعتقد كده يا برو اللي بيني وما بينك كان اكبر من امتحانات ثانويه عامه. الله. بس للاسف لقد فعلت المستحيل، ولكن المستحيل لم يكن كافيا وسقطت. معلش بس وقت مستقطع، بس لازم اكل موزه. صدمه كبيره عليا ما ينفعش اعديها غير لما اكل حاجه تساعدني ان استحمل اكمل، سامحوني. بسبب فرع واحد، الرياضه التطبيقيه، مجرد فرع حقير. This is the worst. This is the worst. You are the worst. I hate looking at your face. I want to smash it. كل ما تفتكر ان حياتك بائسه افتكر ان في شخص اسمه الشاطر بيعيد سنه كامله عشان فرع في ماده الرياضه. حياتي بقت عباره عن ميم في يوم وليله. علاقتي مع الرياضه كانت عامله زي ريليشن شيب توكسيك مع بنت كانت دايما بتخونك وبتعرف ولاد عليك كل يوم ومبهدله لك مشاعرك وبتكهربك تحت بطاطك. دايما كنت بقول ان الرياضه دي ماده حلوه وانا شاطر فيها، وكل مره كانت بتديني بمفتاح انبوبه انجليزي على دماغي، بس انا الغبي انا اللي كنتش بفهم ده، وكنت دايما بجيب فيها درجات عامله زي درجات الحراره في روسيا. كنت بحاول مع الرياضه وهي للاسف عمرها ما حاولت عشاني. اديتها كتير من مجهودي ودايما هي اللي كانت بتديني، وانتم عارفين بالظبط كانت بتديني فين، لحد ما اقتنعت خلاص ان انا والرياضه doesn't mix. انا والرياضه هنفضل اعداء للابد. مواصفات مراتي اللي هتجوزها انها تكون شاطره في الرياضه بس مش اكتر، عشان لو خلفت عيل كده وجالي في يوم وقال لي تعالى لي يا بابا ذاكر لي رياضه، صدقني الواد ده هبيعه تاني يوم في السوق السودا، مش هينفع اخليه في بيتي. ورساله لابنائي من المستقبل، لو شفت حد منكم ماسك كتاب رياضه في ايده صدقني ردة فعلي مش هتعجبكم، والسوق السودا هتبقى في انتظاركم. لو لقيتكم في يوم بتشربوا سجاير هعذركم، بتظبطوا مودكم، مشاكل في الشغل كده، انما اشوفكم ماسكين كتاب رياضه وكمان في بيتي، انا مش متخيل ممكن اعمل معاكم ايه، ومش عارف ايه اللي خلاني اصلا اختار علم رياضه ده من الاول كده. المضحك في الموضوع وانا بسجل الشعبه اتلخبطت، خليتها ادبي بدل علمي، ويا ريتني ما عدلت الغلط ده. لا واللي بينرفزني قوي اني لما اكتشفت ده قلت لماما لا يا ماما انا ما ينفعش ابقى ادبي، انا لازم ارجع واخليها علمي. لو يرجع بيا الزمن بس. تقريبا ناشيونال جيوغرافيك كانت مأثره على دماغي هنا، اللي هو شاطر فوق بتاع علم الرياضه ايه اللي عايز تخشها، انت بتحسب باقي المواصلات بالعافيه، وده اكبر اثبات ان مش كل حاجه احنا بنحبها بتكون فعلا مناسبه لينا. I am crying and nobody can hear me because I am terribly alone. وفي الاخر ممكن يكون الرغي ده كله ملخصه بس انك تعرف ازاي تتقبل الفشل. لو حد كان جه من سنه وقال لي انك هتسقط استحاله كنت هصدقه، اللي هو ازاي انا هسقط يعني. بس لما ده حصل عادي، الكرة الأرضية فضلت تلف، مفيش حاجة اختلفت يعني، والدنيا من الآخر ما وقفتش يعني. وجزء كبير من الشيء اللي خلاني أتخطى حاجة زي كده هو أنتم.
مش قصدي بقى شغل المشاعر ده والكلام كده، بس ده بجد يعني. انا لما عرفت ان انا جبت ملحق بعدها بيوم او حاجه، نزلت اتفسح عشان اغير مودي وكده. في اليوم ده قابلت 3 منكم دفعه واحده. في العادي لو قابلت حد يعرفني بيبقى 1 أو 2، انما المره دي كانوا 3 كده مره واحده، كأن ربنا بعتهم لي تقريبا. مع ان في واحد منهم لما شافني قال لي انت وحماده رايقين على بعض، بس يعني قشطه. وانا الصراحه لما كنت نازل ما كنتش طايق نفسي، كنت بدعي كده ان نيزك يجي من السما ينزل عليا يعملني هوت دوج واستريح. بس لما رجعت البيت حرفيا انا كنت فرحان جدا، اللي هو عرفت ان الفيديوهات اللي بعملها هي ما راحتش هدر، وكان فعلا قرار يستاهل. Life like this is what your life like. Try to live the life right. People really know you push your buttons like type right. السؤال المهم هنا، هل انت يا شاطر ندمان عشان انت ما ذاكرتش زي باقي البني ادمين وكان زمانك معدي السنه؟ لا مش ندمان الصراحه. تعرفوا لو يرجع بيا الزمن انا كنت هعمل فيديوهات اكتر. القصه اللي انا قلتها دي ممكن تبان خيال علمي لبعض الناس، اللي هو اسيب مذاكرتي واروح اعمل فيديوهات على اليوتيوب، انا عيلتي ممكن تفصل راسي عن جسمي فيها. ده انا لو ما جبت لهمش مجموعه 99% ممكن يرموني من فوق برج القاهره. بس انا ممكن اكون كنت محظوظ بسبب ان كان في ناس حواليا فاهميني، وده شيء للاسف مش موجود في اسر كتير دلوقتي. فنصيحتي هنا، وهي نصيحه كليشيه الصراحه، حاول توصل انت وعيلتك لارضيه تكون انتوا الاتنين فاهمين بعض فيها، هما فاهمين انت عايز ايه وانت فاهم هما عايزين ايه، بحيث ما تتعبوش بعض. دي حاجه كليشيه قوي الصراحه بس بتفرق جدا يعني. ويا ريت ما حدش يفهم من الفيديو ده او يتشجع انه يروح يسيب دراسته ويروح يطارد في احلامه وشغفه. لا، هي الحياه مش بامبي كده على طول، كل واحد على حسب حالته. ما تاخدش كلامي وقصتي دي على اساس انها صح، ممكن تطلع غلط. ممكن لو انت عملت زي كده توصل لحته تانية وحشه بعيد. الصح من وجهه نظري المتواضعه انك تعرف كويس الظروف حواليك عامله ازاي، وتبدا ترتب اولوياتك على حسب ده. يعني لو انت في ثانويه عامه دلوقتي وعندك احلام وشغف وكده، ما تكتمش الحاجه دي، بس رتب اولوياتك. يعني مثلا لو عايز تعدي السنه دي وتخلصها وبعد كده تبقى تشوف احلامك، تمام، او ايا كان. ما اعرفش كل ظروف حد فيكم عامله ازاي، لازم تعرف كويس ازاي ترتب اولوياتك، عشان ده الغلط اللي انا وقعت فيه. او الصراحه ما اعرفش، لو جينا حسبناها بالعقل المفروض كنت اذاكر الاول واعدي وبعد كده اركز في اليوتيوب. بس في نفس الوقت انا استمتعت جدا، وفي حاجات لو ما كنتش عملتها ما كانتش هتحصل، وكنتش اصلا ممكن كنتش بدات في اليوتيوب اصلا. المهم الحمد لله على كل حاجه احنا وصلنا لها. وفي الاخر كل اللي عايز اقوله ان الشيء ده، الفيديوهات الهبله دي اللي بعملها، دي كانت من الحاجات اللي ساعدتني اتخطى فترات وحشه كتير في حياتي، ومن الحاجات اللي فعلا خلتني اعرف ان انا شاطر في حاجات كتير. ما علينا بقى اذا كنت كملت في اليوتيوب او لا، المهم انا هفضل دايما ممتن للصدفه اللي خلتني اعمل فيديوهات. بستغرب نفسي وانا بتكلم بجد كده بس ساعات برضو الواحد بيكون عايز من فتره للتانيه يطلع يقول كلام مش شرط يكون هزار. وقبل ما الفيديو يخلص انا عملت جروب على الفيسبوك عشان نتشارك فيه انا وانتم ميمزاتنا والشيت بوستس بتاعتنا الساخنه. فاللينك بتاع الجروب في الديسكريبشن، تبقوا تدخلوا فيه وتشيروا ميمز ليها علاقه بالفيديوهات اللي انا بعملها، عشان هبقى اعمل عن الجروب فيديو. بس ده كان اول فيديو من قعده شطار. دي سلسله جديده هطلع اتكلم فيها عن حاجه حصلت معايا او اي موضوع عامه، وبنتكلم فيه كلام ناس شطار عاقلين. لو عايزين نحكي لكم او اتكلم في اي موضوع تاني تبقوا اكتبوا في الكومنتس تحت، وما تنسوش تعملوا لي فولو على الانستجرام ولايك لو الفيديو عجبكم، واشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.